السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير. نهار جديد وفيديو جديد، كنتمنى تكونوا كلكم سانك وما تبخلوش علينا بلي لايك والبارطاج ولي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. ما تبخلوش علينا. الله يعطيكم شي حجه، اللي دار لايك الله يعطيه حجه واللي ما دارش الله يعطيه حجه. الله يعطيكم ما تمناو في هذه القناه المتواضعه. كندوزو معكم واحد الوقيت زوين، نجيو نديرو واحد الرياكشن على ساريكول، نتصنتو نشوفو نسمعوا شنو كتقول الحياه ديالها. راه ماشي اي واحد جا ويعني وتيكون واصل، وهي الحياه ديالها كما كتعاود صعيبه بزاف. يعني بعض المرات الطفل ملي تيكون كيكبر كيوقعوا له شي حوايج في الاخر تيكبر تيفجر الغضب ديالو يعني تيتفكر داكشي الحياه ديالها كانت صعيبه. لهذا تيسولوها شي اسئله، سمعوا الجواب ديالها. يلا يلا سارين شنو عرفتوا على جو كاين في لاطيراس ما يمكنش، سي با بوسيبل الجو تحمى. نوريه لكم اختي، نفقسكم نجرحكم. شوفي الجو، شوفي اختي ما يمكنش، انا جرحتكم. فاش كنا كنهضروا هكا كنشوفكم قبل ما كنتش لا كيفاش راكي تستحملي هاد التعاليق؟ انا نهضر معاك بكل صراحه، ما نكذب عليك ما تكذب عليا. خليني نكمل. واش ما كيديرونجيوكش هاد التعاليق؟ نو للاسف لا. انا غنقول لك علاش. انا التعاليق ديال الناس ما كتضرنيش. انا عارفك شنو بغيتي تقصدي لي، زعما التعاليق ديال حامله في الحرام ولا في الحرام، ولادك ما عندهمش ابياك، هادو هما التعاليق اللي بغيتي تقصدي ليا. اوكي، انا ما كتاثرش فيا هاد الهضره لانه علاش؟ انا اولا عشت بلا اب وبلا ام. يعني انا بالنسبه ليا هي دابا كتعاود على الحياه ديالها كيفاش كانت صعيبه، ماشي جات وصلت. ولكن الا كان بنادم ما يوصل بالطريقه باش كانت بدات بالناقص من هاد الشهره. بعض المرات الشهره كتدي بنادم تيخرج على طوعو، بحال شي عائلات دابا النزاعات وشي كلام ما كيتقالش باش كيوصلوا لهاد الشهره بالنقص منها كاع. شكون الخبز واتي ولا هاد الشهره. يلا كمليها ساري. الاب والام حاجه زوينه تكون عندك امك، حاجه زوينه تكون عندك باك، ولكن انا ما عشتش. انا نقدر نقول لك يقدروا يضروني هاد التعاليق لو كنت عشت وسط امي وبا. انا ما عشت لا مع امي لا مع با. انا ما كنعرفش شنو هي كلمه بابا وما كنعرفش شنو هي كلمه ماما. انا والديا عرفتهم فاش كانت عندي ماما عرفتها فاش كانت عندي 15 عام. انا ماما ملي تزادت عطوني المرت با. ما كنعرفش انا امي، ما كنتش كنعرف امي كنت كنسمع عليها وكنشوفها في التصاور. اول مره غنتلاقى بامي كانت عندي 15 عام، واول مره غنتلاقى بابا شحال كنت في عمري؟ استغفر شحال كنت في عمري؟ اول مره غنتلاقى بابا كانت عندي 14. يعني انا بابا كنت سامعه به، ما عشت معاه، ما كنعرفو، ما خديت حنانته، ما خديت بركته، ما حتى شي حاجه. ما عنديش هذاك الاحساس ديال ابي. امي كذلك ما عنديش داك الاحساس ديال امي. فانا با تعرفت عليه كانت عندي 14 عام عاد شفتو. لهذا حياتك كانت قاصحه. ولكن سمحي لي، شحال من واحد كيكبر بلا اب بلا ام ولكن حياته، وتقدي تقولي دابا راه حياتك غدا المحسن، ولكن كيفاش كانت في الاول بالناقص داكشي اللي كان. المهم دابا حياتك غدا الاحسن. كملي. وماما تعرفت عليها كانت عندي 15 عام. تما فين عرفتها؟ يعني هكا شخصيا كنت كنعرفهم غير في التصاور. فاش غادي نقول لك علاش الهضره د الناس ما كتاثرش فيا؟ حيت ما كتاثرش فيا، ماشي زعما حيت بغيت ندير فيها راني قويه او راني واعره، نو، لانه سيمبليمنت كما كنقولوا بالزبنيوليه. الناس في حياتي انا ما عطاوني حتى شي حاجه. انا في حياتي من صغري الى كبري انا الناس ما عطاوني والو. انا الناس عطاوني هاد الهضره اللي دابا الناس كيقولوها في اللايفات. انا هاد الهضره سمعتها فاش كنت صغيره. انا فاش كنت عندي 3 سنين 4 سنين كانوا كيعايروني، كيغوتوا عليا، كيضربوني، تكرفسوا عليا، فهمت يعني. لهذا حياتك كانت معقده في الاول. كطلعي حتى نتيا كتسبي وكتعايري
يعني كنت كتطلع كتعاير وكتسب، وحركات اللي كانت كديرها عاد دابا بدات كدير عقلها. واش غنقول لك، الله يفك حيلك على خير والله يخلي لك وليداتك، وتا واحد ما شغلوش تكوني والداهم ولا ما هذا ما يعني وليداتك هادوك. دوزتي حياتك، دوزات حياتها، دوزتها خايبه. لهذا هادشي علاش ديما كدير داك الحركات اللي كانت في الصغر كدير. كيتعرض كملي. للعنف وكيتعرض الكلمات السيئه من عند المجتمع. في المدرسه كانوا كيتنمروا عليا، في الدار يتنمروا عليا، في الزنقه يتنمروا شفات التنمر فين ما نمشي يتنمروا عليا. فاش كتكبري كيولي كيجيك داكشي عادي. ماشي انا ما كنتباهاش بالقوه زعما انا قويه، نو انا ماشي انا قويه، والقوي هو الله عز وجل، ولكن انا ما يمكنش. انا تدمرت فاش كنت صغيره، انا قلبي ولا حجره فاش كنت صغيره، انا الكبده ديالي كليتها وشويتها نهار العيد فاش كنت صغيره. مي انا هاد الاحاسيس ديال كيفاش كنقولوا لهم، ديال الكبده والقلب والتذمر عالجتهم ملي كنت صغيره. شتي ملي بديت كنكبر بديت كنديرها حتى واحد ما معايا، كنديرها حتى واحد ما معايا، كنديرها كلشي كيعاير، كلشي كيهضر، كلشي كيحل فمو، كلشي حل الزك، كلشي كلها كيركب العهل. فانا وصلت لواحد المرحله قلت بلاتي دابا هاد الحيوانات كلهم اللي دايرين بيا كيعايروني كيسبوني، ماشي عليكم، ماشي على السوشيال ميديا، كنهضر لكم على الواقع، على الواقع اللي عشتو انا. اما السوشيال ميديا دخلت ليها هذه غير مؤخرا، حنا كنهضروا على قبل ما ندخل السوشيال ميديا. الناس كتهضر ملي كندير هكا، شو هاد الخنزر، ملي كندير شو هاد المسخ، شو هاد الكلبه، شو هاد الكلب، ما عطيتهم هاد الناس، ما عاطيني حتى شي حاجه، ما عاطيني والو. هاد الناس ما حماونيش فاش كنت صغيره، ما تهلاوش فيا، ما عطاونيش. سيمبليمنتي كما كنقولوا هضرت الناس، وعدت راسي انها ما تقلقنيش. علاش؟ لانه الناس كلهم اللي كيهضروا، كاع الحيوانات كاع الحيوانات والحشرات اللي كيتكلموا فيا ولا اللي كيهضروا عليا، راه المزيوده ديالهم عامره على المزيوده ديالي، وما كيعطيوني حتى شي حاجه. فعلاش فعلا عندك الحق. بنادم قال لك الجمل تيشوف داكشي اللي قدامه، ما كيشوفش داكشي اللي وراه. عندك الحق، دزت عليك الحياة صعيبة. لهذا كملي يا حبيبتي كملي. من الناس اللي ما كيعطيوني والو، علاش غنكعو؟ شكون عاقل علاش غنكعاو على ناس ما كيعطيونا والو؟ دورهم في حياتنا الصفر. ملي كيكون الشخص دوره في حياتك صفر، خليه يقول اللي بغا يقول، ويقولوا كديري الحرام، ولده في الحرام، عايشه في الحرام، وبصحتك وراحتك بينك وبين اللي خلقك، خليهم يهضروا. دابا الناس فاش غادي تقول لي مثلا بنتك ما عندهاش باها، ولدك ما عندوش باه، انت ما عندكش باك، هاد الناس اش غيزيدوني؟ وانت جلسي وفكري مع راسك، اش غادي يزيدوك هاد الناس؟ بنتي ما عندهاش باها، ولدي ما عندوش باه، انا ما عنديش باه، دريكتي ما عندهاش باه. دابا هاد كلمه ما عندكش باك، انا كتجيني كلمه عاديه. فينا هو هنايا الخلل؟ فينا هو علاش غتعصبك كلمه بحال هذه ما عندكش باك؟ ما عنديش با وافتخر، ما عنديش با حيت المكتب كتب عليا انه ما يكونش عندي. الى المكتب مكتوب عند الله بحال هكا، فانا ما نقدرش نبدل المصير ديالي. فعلا ما نقدرش نغير المصير ديالي، انا كنعيش المصير ديالي. فاحنا ما يمكنش نتقلقوا على هضره قالوها الناس، والله ما كتبها علينا، ربي عطانا هذاك المصير. كتب عليا انا نكبر بلا با، كتب على وليداتي يكبروا بلا باهم، فين هو المشكل؟ اللي عنده مشكل يضرب راسو مع الحيط، اللي عنده مشكل يمشي ديكلاري ويلي خليهم، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. اهم شيء هو ولادك قاده بيهم، هزاهم، مربياهم، ما تهليا فيهم، كتسافري انت وياهم، ملبساهم، هذا هو الاهم. واش غتهمك شي حاجه اخرى اكثر من سلامه ولادك؟ انا ما كتهمنيش شي حاجه غير سلامه ولادي. كان الاب ما كانش الاب، كانت الاخت ما كانتش الاخت، كانت الام نو كانت الجده ولا ما كانتش الجده، كانت العمه ولا ما كانتش العمه. انا كبرت بلا هذا الشيء هذا، انا كبرت بلا عائله. انا واخا تربيت مع العائله الله يعطيهم مصيبه في هذا النهار، انا يا ربي السلام. ما كنحملهمش. شتي واخا هكاك رغم داكشي اللي وصلت ليه، حاقده على عائلتها وحاقده، ولا حول ولا قوه الا بالله. ما كاين مكرف من بنادم يكون حاقد على عائلته. مسامح كريم،
اللي دار لك شي حاجه سمحي ليه. كمل يا ساري كمل. بس انا كنحب راسي، انانيه في حبي، كنحب ولادي، كنحب راسي، كنحب المال. انا المسخين الحيوانات الحشرات ديال العائله اللي كبرت معاهم ما قراوني، ما رعاوني، ما وجهوني. الا قلتي المال كتحبي المال، كتحبي المال الحب الكبير كما قلتي، هو تتحماقي عليه، ولكن كنشوفوك مهليه في بنتك، مهليه في راسك، مهليه في صحتك. كملي اختي. ما كيفاش كيقولوا ما تسقفوني ما حتى شي حاجه. صفر صفر صفر. الله ينعلبهم الوالدين في هذا النهار. فانا كنعترف بشي حاجه سميتها ان داكشي اللي حنا افتقدناه نعطيوه لولادنا صافي. انا كبرت مع العائله، شنو عطاتني العائله؟ ما عطاتني حتى حاجه. والو السم والغيره والحسد. اكبر واحد كان كيساهم في التدمير ديالي هما عائلتي، بالهضره الخايبه والهضره القاصحه والسب والشتم، وانت ما ساويه والو، انت غتكبري ما غتديري حتى شي حاجه في حياتك، انت ديما غتبقاي اللور. انا دابا ملي انت غتسمعي من عند عائلتك هاد الهضره عاد غتزيدي تألمي من هضره الناس. شلاو بالله ما يمكنش. انا ما عرفتش كاين ولا مكايناش. ملي انت تشكلو سمعتي من عند عائلتك عاد غتزيد ضرك هضره الناس. ما خلاو ما قالوا. هو عائلتي ولاد الحرام المسخين، لا ديال با لا ديال امي، كلهم حطب جهنم. هادوك ما يدخلوش الجنه. ها وجا وجهكم الا دخلتوا الجنه غنجيو عكروا ليا هكا 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 هكا. الا نتوما شفتوا الجنه ان شاء الله جهنم خالدين فيها ابدا. فهادي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها معليش. يا كنتي ولادك في صحه جيده ناعسين واكلين شاربين ثلاجتكم عامره، خلي بنادم من وراء الكاميرا يقدر يقول لي بغا بلاتي خصني نشوف الطنجره. سير اختي شوفي الطنجره، سير اختي شوفي الطنجره، سير. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي شاف شي والله يستر. سير اختي شوفي الطنجره. لا ندوق قدامكم واش الصوص ولا مالح. ودوق اختي دوقي على خاطرك. كي جاك السوس وزيدي الملحه. ما تقدروا ولكن ناقص الملح. زيدي الملحه وعندك تكثري من الملحه. بلاش حيت من بعد كندير الفرماج. وراكي حامله صكا عندك الطونسيون تنفخيها. من بعد فاش كنبغي نطحنها كندير جوج ديال الفرماجات ولا ثلاثه. مع دابا مسوسه غندير ثلاثه. والفرماج اختي ديجا مالح. زيد شي ملحه مذاق زوين. ناقص شويه الملحه ولكن ماشي مشكل. باش ما طلع لك الطونسيون تبقى المشاكل. اختي ما نعرف اعلم. يوك 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 يوك. ديري عائلتك براسك. ندير عائلتي براسي الصراحه. وليداتي هما عائلتي، ولادي هما عائلتي وبسطامي. وطبعا الله عز وجل في المرتبه الاولى هو كل شيء. هو امي هو با هو خالتي هو عمتي هو جدتي هو كل شيء. وكما كانت بعدا تذكر الله. والبصدام ديالها هو الاول، هو الاول. البصدام هو الاولى من ولادها ومن كل شيء. هو الاساس. يلا كملي. صار القصه ديالك بحال ديالي. ايوا اختي تنتاسف ليك. معليش ربي يعوضنا وسهل علينا. واش بنتك حيدتي ليها الانستغرام؟ حيدتو ليها اختي. خليتها تكبر في سلام وامان وتقرا تمشي تقرا قرايتها. اش غدير بشي انستغرام؟ فاش دير 18 عام تديسيدي دير ولا لا؟ فهمتوا دابا؟ ما عرفتش شنو غندير دابا اختي. شنو بقى معاكم؟ ما كاين ما يدار معاكم. سيري طحني الصوبه وزيدي فيها 4 الفرماجات. نمشي نجمع. خليني نجمع اموري. خصني نطلع للبيت الفوق ونطوي الحوايج. سيري جمعي، سيري جمعي حوايجك وطيبي فرماجاتك. عرفتش. ايوا سيري شنو غندير في حياتي. القهوه
وقت القهوه شربتها في الصباح باقي لي واحد شويه غنخليها لغدا. يا ما تشربيش القهوه السقعه، راكي حامله، الماكينه اللي كنطحن بها القهوه راكي وحله في راسك.